انت بتسمع ايه يا ابني بقالك نص ساعه؟ بابا اوتي. بابا ايه؟ بابا اوتي ترند مكسر الدنيا، ناس بترقص عليه في كل حته. استنى، هي دي الاغنيه اللي كل الناس بتضحك وبترقص عليها؟ ايوه، خفيفه لذيذه بتلزق في الدماغ. طب انت عارف هو بيقول ايه؟ يعني حاجه فرنساوي كده ما تحبكهاش. طب بص بيقول ايه كده؟ بابا فين؟ هو كان بيقول كده؟ ايوه، والاغنيه كلها سؤال. انا كنت برقص على ازمه نفسيه. انت وكل التيك توكر، وده بالظبط سبب ان الاغنيه دي رجعت ترند دلوقتي، مش عشان حلوه ولا عشان رقص، لكن عشان ما كانش حد سامعها صح. في الفيديو ده احنا مش هنسال يعني ايه بابا اوتي، هنسال ليه فهمناها متاخر وليه وجعتنا دلوقتي. بس خليك صريح مع نفسك، اغنيه بابا اوتي اول ما سمعتها عملت ايه؟ غالبا سبتها شغاله في الخلفيه، او شفت ناس بترقص عليها، او عدت عليك كده مره من المرات. دلوقتي خليني اسالك سؤال بسيط، انت اغنيه قديمه رجعت فجاه، بس المره دي الناس مش بترقص عليها وبس، المره دي الناس واقفه وبتفكر. في حاجه غريبه حصلت، ان الاغنيه دي مش جديده، مش لسه نازله دلوقتي، ومع ذلك رجعت ترند بس بطعم مختلف. الناس مش بتسأل اسم الأغنية كده ليه؟ الناس بتسأل هو بيقول كده ليه؟ وده فرق ضخم. طب خليني أحكي لك موقف بسيط. في واحد أعرفه كان بيحكي لي من يومين، كنت مشغل أغنية بابا اوتي وفجأة ابني سألني هو بيقول بابا فين؟ وهنا سكت، مش علشان مش فاهم اللغة، علشان السؤال كان ضربة. ليه طفل بيسأل السؤال ده في أغنية رقص؟ وهنا نفهم حاجة مهمة، إن الأغنية دي عمرها ما كانت للرقص، هي كانت سؤال، بس السؤال ده كان مستخبي زي أسئلة كتيرة جوانا. خلينا نرجع خطوة، احنا عايشين في وقت الترند بيطلع وبيموت بسرعة، الأغاني بتتحرق في أسبوع، وكل حاجة معمولة عشان تشتت. فليه أغنية زي دي تطلع دلوقتي وفي التوقيت ده بالذات؟ خليني أسألك سؤال، هل عمرك سمعت حاجة في وقت غلط؟ مش علشان الحاجة وحشة، علشان انت ما كنتش جاهز، زي فيلم شفته زمان ما حسيتش بيه، أو جملة اتقالت لك وعدت، زي أغنية سمعتها وانت صغير وعدت وبعدين فجأة ترجع وتضربك. حصل فيها كده بالظبط مع الأغنية دي، الناس سمعتها زمان بودانها ودلوقتي بتسمعها بقلبها، وده مش صدفة. خلينا اديلك مثال واقعي، شخص عنده أب موجود في البيت بيصرف وبيتكلم وبيسأل، بس مفيش علاقة، هل ده أب موجود ولا غايب؟ الأغنية مش بتسأل عن موت، بتسأل عن غياب، والغياب ده قبر. علشان كده الأغنية رجعت مش كترند رقص، رجعت كسؤال، والسؤال لما بيجي في وقت تعب بيعدي من غير ما يستأذن. خلينا أكون صريح معاك، الترند ده ما طلعش لأن الأغنية حلوة، طلع لأن في ناس كتيرة حاسة بفراغ، وفي جيل كامل بيسأل بدل ما بيضحك وخلاص. يمكن زمان كنا بنسمع ونعدي، لكن دلوقتي بقينا بنحلل ونفتش أي ترند يعدي علينا ونسأل ده وراه إيه؟ خليني أسألك السؤال اللي لازم يفضل معاك، لو الأغنية دي عنك كنت هترقص ولا كنت هتسكت؟ بص بقى يا عزيزي المشاهد، القصة اللي ورا الأغنية دي إن هو فقد والده في إبادة اسمها إبادة راوندا، والإبادة دي كانت سنة 1994. اتقال له سنين إن أبوه مسافر، بس الحقيقة كانت أقسى من كده بكتير. الأغنية دي ما كانتش حزن مباشر، ده حزن طفل هو لسه مش فاهم هو زعلان ليه. مثال واقعي، لو جبنا طفل وكل شوية بيسأل بابا جاي إمتى، والسؤال يفضل من غير إجابة، هنا بقى العقبة كلها. بس جه في دماغي سؤال غريب كده شوية، ليه الأغنية بتخليك ترقص رغم اللي بيحصل فيها؟ هنا بقى لازم أديلك التحليل الذكي للموضوع. سترومي عمل عكس المتوقع، عمل ميكس ما بين الحزن واللحن المبهج، فطلع معاه تناقض. ليه التناقض مهم؟ لأن الدماغ بيكره الحزن المباشر بس بيحب يكتشفه لو مستخبي. مثال واقعي، لو جبنا شخص بيضحك قدام الناس بس أول ما يروح البيت يسكت. وهنا بقى سؤال ليك أنت عزيزي المشاهد، عمرك ضحكت وأنت من جواك مكسور؟ بعد ما تجاوب على السؤال ده في الكومنتات ارجع لي بقى اديلك سؤال جديد بس هجاوبك عليه. ليه الأغنية رجعت ترند دلوقتي؟ جيل جديد، يعني الناس سمعتها من غير ما تعرف قصتها، والسوشيال ميديا كشفت المعنى الحقيقي. الصدمة ما كانتش في الأغنية، الصدمة كانت في الاكتشاف المتأخر للمعنى. في عصر التحليل الناس بقت بتحب حاجات كتير، ومن ضمنهم بقت بتحب المينينج واللور واتس بيهايند، كمثال أفلام ومسلسلات. وهنا بقى يظهر معانا عنصر مهم جدا، غياب وفقد وعلاقات مكسورة. بابا اوتي نجحت لأنها بتسأل السؤال اللي ناس كتير خايفة تسأله. تعال بقى نحلل الأغنية نفسيا، ليه بقى بتلمس ناس ملهاش علاقة بالقصة؟ مش شرط تكون يتيم عشان تحس بالأغنية، كفاية إنك تحس إن في حد ناقص، دعم مش موجود، سؤال بلا رد. مثال واقعي، أب موجود جسديا بس غايب نفسيا. سؤال تقيل شوية، هو الغياب معناه موت ولا احيانا وجود بلا معنى؟ الكليب كان عباره عن طفل محبوس في جسم راجل، سترومي كان واقف ثابت، اللي حواليه كانوا بيرقصوا بس هو بيتفرج مش مشارك معاهم اللحظه. الرمزيه اللي كان بيلعب عليها الفيديو كليب ساعتها ان العالم مكمل وهو واقف عند سؤال واحد. وهنا ممكن نحلل الموضوع ان الرقص اللي حواليه مش مفرح، ده عباره عن دوشه بتغطي الفراغ. ليه الناس بتشارك الاغنيه مش بس تسمعها؟ لانها مش بتديك الاجابه، بتسيبك مع نفسك. هنا بقى لازم اسالك بقى عزيزي المشاهد، ايه السؤال اللي لو اتسال لك مش هتعرف تجاوب عليه؟ جاوب تحت في الكومنتات.
لو وصلت للحظة دي فانت ما كنتش بتسمع اغنية، انت كنت بتسمع سؤال مش جديد بس اول مرة يتسمع بصوت عالي. بس باباوتي ما كانتش عن سترومي، كانت عن كل واحد كبر واستنى حاجة ما جاتش، يمكن دعم او امان او كلمة او شخص كان المفروض يكون موجود. الاغنية ما وعدتش بحاجة، ما قالتش ان كل حاجة هتبقى تمام، قالت بس ان السؤال ده موجود وانت مش لوحدك، وده احيانا اكتر حاجة بنحتاج لها. خليني اسالك سؤال اخير والمره دي بجد، انت لما كنت بتسمع الاغنيه جه في دماغك ان انت بتسمع الاغنيه دي لحد تاني ولا كنت بتسمع نفسك؟ لو الفيديو ده عجبك سيب لي الايموجي ده في الكومنتات، ولو وصلت للدقيقه دي احب اقول لك عاش، وكده اقدر اقول لك سلام.